صراحة الفكرة عجبتني قوي وحسيتها كمان حلوة قوي في المصايف والرحلات. يلا بينا نعملها، بس قبل اي حاجة سمي الله صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هتجيبي بقى بيضتين عليهم كيسين من الفانيليا وتضربيهم كويس جدا، وبعد كده هتجيبي كوباية من السكر والحبيبات، والكوباية اللي تستعمليها في المعيار استعمليها في المعيار كله، وبعد كده نص كوبايه من الزيت وتقلبيهم كويس، وبعد كده كوبايه من اللبن، وكده كل المواد السائله خلصت معانا. المواد الجافه بقى عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه هرميه من الدقيق الابيض، ونص كوبايه من الكاكاو الخام اللي نوعه حلو يا جماعه، ومعلقه صغيره من النسكافيه والبيكنج باودر، ورشه من الملح. هتعجنيهم بقى كويس جدا بالمضرب اليدوي العادي خالص لغايه ما الخليط الكيكه معاكي يبقى بالشكل ده. باقي بقى اللي انت تحطيهم في الكوبايات بتاعتنا نص الكوبايه كده، وبعد كده هتدخليهم الفرن على درجه حراره 180 بالظبط تلت ساعه، وجربيها طلعيها على طول سيبيها تهدى شويه. لها بقى لضيوفك وحطي كده فيها معلقه كأنهم بياكلوا قطعه تشيز كيك، وبس كده. يا رب الوصفه تكون تعجبكم، وبألف هنا وشفا.